السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد فيه كتاب الماس برايم 1 الترم الثاني. تعالوا نشوف احنا في يونت 9 ليسون 4. تعالوا نشوف الدرس ده بيتكلم عن ايه. counting up and down in ones and tens. هو عايزني ابدا اعد لفوق ولتحت، يعني اعمل count forward و count backward كده. لو همشي لقدام يبقى فورورد هزيد، لو هعمل باكورد يبقى هقل، يعني لس. خلاص، انما لو خلينا من تحت اهوت، هو كده مور انا بروح فورورد، انما كده برجع باكورد يعني لس. طيب هنا بيقول لي تعالوا نشوف الاول الشرح بتاعنا في كلمة one more one less. بكل بساطة التمرين دوت بيبقى صعب شوية على الولاد. أنا عندي طريقتين هقول لكم عليهم إزاي نحل بيهم المسائل دي. أول حاجة مهم جدا الولاد يبقوا عارفين إن العلامة ديت اسمها مور والعلامة ديت اسمها لس. طب يا ميس بيتلخبطوا فيها. أنا عندي الماس ببدأه من الشمال ولا ببدأه من اليمين؟ لا، الماس احنا عارفين إنه بيبدأ من الشمال. لو بق السمكة بص على الشمال يبقى هو مور، لو بص على اليمين يبقى هو لس. طيب طريقة زي ديت او المسائل اللي من النوعيه ديت هحلها ازاي يا مس؟ اول حاجه شيل النقط وحط في مخك، اسال نفسك قول بدل النقط ديت مين. انا خلاص عارف ان الكلمه ديت مور يعني اكبر وليس يعني اصغر. المفروض طبعا الولاد يبقوا عارفين كلمه زي كده. one more يعني واحد اكبر، one less يعني واحد اصغر. طيب انا لما يجي لي كلمه زي كده نقط one more than 7، فانا هشيل الكلمه ديت واقول مين اكبر بواحد. هترجم الجمله اللي قدام، مين اكبر بواحد من 7، فعلى طول هكتب مين 8. طب يا ميس انا ما بعرفش اترجم. الميس قالت لي كلمه مور ديت اول ما تشوفها شيلها وحط بق السمكه باصص ناحيه الشمال. طيب انا يا ميس عملت كده، أصبح بق السمكة مفتوح ناحية النقط ولا مفتوح ناحية الرقم؟ لا يا ميس ده مفتوح ناحية النقط، يبقى مفتوح ناحية الكبير. هو مفتوح ناحية الكبير مش الصغير، يبقى هنا الرقم أكبر من ده. طب أكبر بكام؟ ب1، يبقى هو مين 8. طيب يا ميس تعالي اعملي لي دي، ما النقط ساعات بتيجي هنا وبتيجي هنا. فأنا هقول كده، لو أنا مش أول حاجة هترجم 13 one more مين، يبقى أنا بدلت النقط بكلمة مين. 13 أكبر بواحد من مين؟ طب يا ميس مش عارف، هقوم عامل كده، بق السمكة مفتوح ناحية الرقم الكبير، يبقى ده كبير. الرقم اللي هنا مقفول بق السمكة عنده ايه؟ صغير، يبقى مين أصغر من دوت ب1 12. طيب تعالوا بقى عند لس. 18 1 less مين؟ 18 أصغر من مين؟ يا ميس مش عارفها كده، هبدل بق السمكة. بق السمكة في كلمة less بيبص الناحية دي، بيبص ناحية اليمين، فهقول 18 بق السمكة مقفول من ناحية ال 18، يبقى هيبقى مفتوح من ناحية الرقم الأكبر شوية اللي هو مين؟ 19. طيب مين أصغر بواحد من 3؟ مين أصغر بواحد من 3؟ يا ميس مش عارف كده، اعملها لي بالعلامة. أقوم عامل العلامة كده، بق السمكة مفتوح الناحية دي ولا الناحية دي؟ لا يا ميس ده بق السمكة مفتوح الناحية دي. طيب الناحية دي 3، هو مقفول من هنا، يبقى مين الرقم اللي هنا أصغر ولا أكبر؟ لا أصغر، يبقى مين 2. طيب دي أول حاجة. تعالوا نشوف هنا، هو هنا بيعرفني إن أنا لما بعمل counting up يعني أنا بعمل forward وبعد بالوانس أهو 2 3 4. طالما بالوانس عد بالواحد يعني، يبقى هعمل إيه 2 3 4 5 6 وهكذا. طيب لو قال لي count down أو count backward أنا برضو هعد بالوانس بس هرجع لورا بواحد ب1، يعني عند 99 بقت 98 97 90 مش عارفة 96 وهكذا. طيب يا ميس لو أنا عايز أقف عند ال13
وبقول لك one more one less. انا واقف عند مين؟ عند 13. one more همشي لقدام واحد خطوة، one less هرجع خطوة. خلاص؟ يبقى انا لو قال لي one more همشي خطوة، لو قال لي one less همشي خطوة لورا. طيب يبقى اخلي بالي من حاجة مهمة جدا، لما يقول لي one more او one less انا بلعب على الونس. يعني ايه بلعب على الونس يا مس؟ يعني مثلا تعالوا بصوا معايا هنا في الرقم ده هو بيقول لي one less، فانا هلعب على الونس ده اللي هو انا عندي دوت وانس ودوت تنس، وهو بيقول لي one less فانا هلعب على الرقم ده، فقللت دوت one، قصدي يعني غيرت دوت بس ده هو اللي اتغير. 18 19، ال 18 اصغر من 19 صح؟ طيب الوان مور انا لعبت على مين؟ برضو لعبت على ده. الثري الاصغر منها 2 وهكذا. اوكي طيب تعالوا نشوف هنا بعد كده هيقول لي counting up by tens. باي مين؟ تنس. طيب يا ميس هعمل فيها ايه بتاعت التنس دي؟ ولا اي حاجه، سهله جدا وبسيطه. لو انا واقف عند 33 وبقول لك عايز counting up by tens، فانا هطلع كده تبقى 43 تبقى 53 63 73. انا بلعب على مين؟ بلعب على التنس. يبقى لما يقول لي 10 مور او 10 ليس فانا بلعب على التنس ما بلعبش على الوانس. طيب يا ميس لو انا واقف عند مثلا 45 وبيقول لي count down باي تنس، لازم مهم جدا ان انا اقرا باي وانس ولا باي تنس. فانا واقف عند 45 هقلل التنس دي اللي هي 4 10 فهتبقى كام؟ 35 25 15 5. طيب يا ميس لو انا بيقول لي انا واقف عند 8 وبيقول لي count forward by tens او count up by tens، فانا هطلع كده لو انا واقف عند ال8 تبقى 18 28 38 48. هشوف هو عايزني اطلع لحد كام نقط. طيب يا ميس تعالوا نشوف مثال هنا بيقول لي start on 58 count up and down by tens. هو عايز نعمل الاثنين هنا، فانا كلمه count up هطلع كام واحده؟ انا واقف عند المفروض 58 وهو بيقول لي باي تنس، يبقى هزود ديت كل مره 1، هزود التنس ديت كل واحده هزودها رقم. يعني هنا 58 بقت 68 بقت 78، انا زودت اهو من 5 ل 6 ل 7 88 98. طيب كاونت داون هقللها، هقلل التنس هتبقى 48 38 28 18 8. خلاص يبقى انا بغير في التنس لما يقول لي count by tens او بغير في الوانس لما يقول لي count by ones. طيب يا مس في بقى حاجة هو عايز نعملها، ايه هي؟ لما يجي لي سؤال بالمنظر ده، بصوا معايا التمرين دوت يا ولاد. انا بيقول لي الرقم دوت 13 وامشي كده 1 مور وارجع كده 1 لس واطلع كده 10 مور وانزل كده 10 لس. بكل بساطة لما اشوف كلمة مور هعمل علامة بلس، هجمع عفوا. فانا لما بقف عند 13 هنا وبيقول لي 1 مور هزود عليها 1 هتبقى كام؟ 14. مين الرقم اللي بيجي بعد 13؟ 14. هنا 1 لس قلل 1 يبقى كام؟ 12. طيب هنا 10 مور يبقى هزود دوت 1 هيبقى 23. طيب هنا 1 لس يبقى هعمل ايه؟ هقلل دوت 1 يبقى كام؟ 3. بصوا هنا على الحته ديت هو بيقول لك اهو لما تشوف السهم ماشي كده او طالع لفوق اجمع، اللي هي كلمه مور من الاخر. لو شفته نازل لتحت او راجع لورا يبقى كده سبتراكت، يبقى كلمه ليس هعمل سبتراكت هطرح، انما كلمه مور هجمع مين في مور؟ لو قال لي 1 كلمه 1 مور
يبقى هزود 1. لو قال لي 1 less يبقى هطرح 1. طب لو قال لي 10 more يبقى هزود 10. 10 less يبقى هنقص 10. بصوا معايا في التمرين ده كده، هو بيقول لي هنا اهوت جايب لي نمبر 48 وبيقول لي هنا 1 more 1 less 10 more 10 less. فانا ال 48 لما ازود عليها 1 في ال 1 more هتبقى كام؟ 49. انا اشتغلت على مين؟ اشتغلت على الوانس. طيب لما اعمل لها 1 less هشيل منها 1 هتبقى كام؟ 47. طيب هنا هزود عليها 10 يبقى هشتغل على التنس تبقى كام؟ 58. طب هقلل من هنا 1 هقلل من هنا 10 هتبقى كام؟ 38. طيب هو هنا بقى بيقول لي فصصها لي. يعني ايه فصصها لي؟ يعني جايب لي رقم مثلا هنا 64 فبيقول لي هنا 1 مور زود عليها 1 هتبقى كام؟ تبقى 65. طيب قللها 1 تبقى 63. زودها 10 مور اهي هتبقى 74. قللها 1 تبقى 54. طيب قللها 10 قصدي عفوا. طيب هنا بقى بيقول لي مين 1 مور 64 مين اكبر بواحد من 64؟ طلع مين؟ 65. طيب مين للزان 64 مين اصغر بواحد من 64؟ طلع مين؟ 63. مين 10 more than 64 مين اكبر منها ب10؟ 74. مين اصغر منها ب10؟ 54 وهكذا. طيب تعالوا بقى نشوف التمارين بتاعتنا. هنا مهم جدا ان احنا نقرأ رأس السؤال. هو هنا بيقول لي start on the given number ابدأ بالرقم المعطى اليك. count up by once عد بالonce. write the number you say اكتب الرقم اللي انت هتقوله. طيب تعالوا هنا start on 33 ابدأ من 33 يبقى 34 35 36 37 38 39 40. start on 68 69 70 71 72 73 74 75. طيب هنا start on 12 13 14 15 16 وهكذا. التمرينة سهلة. طيب هنا بقى بيقول لي start on the given number ابدأ بالرقم المعطى إليك. count up by tens عد بقى بالتنس. فأنا هنا start on 6 يبقى هتبقى 16 26 36 46 56 وهكذا. start on 4 تبقى 14 24 34 44 وهكذا. start on 7 يبقى 17 27 37 وهكمل. برضو الدنيا سهلة وتمام. بيقول لي هنا circle the number that comes next يبقى اللي جاي بعد كده. شوف انت بقى قرر هو مزود تنس ولا مزود وانس ومقلل تنس ولا مقلل وانس. بس هو هنا بيقول لي next comes next يبقى اللي جاي بعد كده. 6 بقت 16 بقت 26 يبقى اللي بعد كده هيبقى ايه؟ 36. هو عمل زود 10 زود كام؟ 10 يبقى كده 10 مور. 23 35 25 35 45 55 تبقى 65 اهي. 56 67 77 نفس الموضوع هزود 10 برضو. هنا برضو نفس الموضوع هزود 10 هنا هزود 10 هنا برضو هزود 10 يبقى كله هزود فيه 10. count up by tens هو جايبها لي هنا صريحة هي تعد زود 10 في كل واحدة. فأنا 3 بقت 13 بقت 23 بقت 33 بقت 34 بقت 43. نفس الموضوع هكمل في بقية الحاجات. هنا start on the given number ابدأ بالرقم المعطى إليك. count down هنا بقى عد بالعكس عد لورا ارجع لورا بس عد بالتنس ولا بالوانس؟ عد بالوانس. طيب هو هنا مديني start on 70 فهنا تبقى 69 68 67 66 65 64 63 وهكذا. نفس الموضوع برضو هعمل كده. يعني مثلا هو هنا طبعا مسهلة عليا فانا هديكم في اللي بدأ على طول كده. هنا 33 تبقى 32 31 30 29 28 وهكذا.
طيب هنا برضو بيقول start on the given number، ابدأ برقم المعطى إليه. count down by tens، بس هنا بقى هعمل داون بالايه؟ بالتنس، بالعشرة. ارجع لورا بالعشرة، بالتن. طيب يبقى انا هلعب على الرقم التنس، هقلله واحد. خلاص، يعني انا هنا 86 هتبقى 76 66 56 46 36 26 16. لو في نقط تانية هتبقى 6. خلاص، يبقى برضو هنشتغل التمرين بنفس الطريقة دي. count down by ones or tens، يعد داون يا اما بالونس يا اما بالتنس. انت بقى شوف هو مديك ايه. يعني هنا 21 بقت 20 بقت 19، يبقى انا كده بعمل كاونت بالوانس ولا بالتنس؟ لا، انا بعمل بالوانس، يبقى هنا 18. هختار طبعا 18. طيب 55 بقت 45 بقت 35، يبقى انا قللت 10 تبقى 34. 25. طيب 42 بقت 41، هنا بقى قللت بال1 عملت ماينس ل1، يبقى 40 هيجي بعديها 19، هيجي بعديها 39. 23 22 21 20 انا قللت واحد، فهي بعد كده هتبقى 19. 57 بقت 47 بقت 37، انا بقلل بالعشرة. طيب هنا 27 يبقى هنا 17. 82 بقت 72، طبعا هنا 62 52 انا بقلل بالعشرة يبقى 42. طيب count down by ones or tens، برضو عد يا بالونس يا بالتنس وشوف هو مقلل ايه. فانا يعني انا هشوف همشي من هنا لهنا، انا قلت 1 ولا قلت 10؟ يعني ديت مثلا 85 وهنا 84، انا قلت 1 ولا قلت 10؟ قلت 1، يبقى هكمل الباترن بتاعي او السبتراكشن بتاعتي بالوانس. 33 بقت 32، انا برضو قلت بال1. 50 بقت 40، لا انا قلت هنا بال10، فهنقص بالتنس مش بالوانس. use the 100 chart، هو عايزنا استخدم ال 100 chart ديت يا شباب، اسمها 100 chart. الشكل دوت اسمه 100 شارت، ده بيسهل عليا جدا على فكره. يعني لو انا مثلا وقفت عند 44 وقلت لك اعمل 1 مور هتروح عند ال 45، قلت لك 1 ليس هتروح عند 43، قلت لك 10 مور هتروح عند ال 54، قلت لك 1 ليس يعني بالاشاره كده هتعرف تحل على طول. طيب هنا بيقول لي ايه؟ استخدمها عشان تشوف التمرين دوت اسهل طريقه ليه. زي ما قلت لكم، زي ما انا بقول كده، مين اصغر بواحد من 32؟ عفوا، مين مور ذان 1 مور ذان، مين اكبر بواحد من 32 33، مين اكبر بواحد من 79 مين اكبر منها بواحد 78 ولا 80؟ لا طبعا 80. طيب مين اكبر ب 10 من 53؟ اكبر منها يبقى الرقم دوت اكبر منها اللي هو التنس يبقى 63. مين اكبر ب10 من 21 31؟ 24 مور ذان ولا ليس ذان 23؟ يعني انا من الاخر كده بق السمكه هيبص كده ولا هيبص كده؟ لا بق السمكه هيبص كده، يبقى كده هختار كلمه مور ذان. طيب هنا 90 انا في ديت برجح ان الولاد يستخدموا العلامه. يعني مثلا هنا ال 90 هنا 90 وهنا 89، اعملوا كده اكن بيقول لك حط بق السمكه هنا، فانت هتختار مين؟ انا هختار دي. طب ايه الكلمه اللي بدل العلامه دي؟ كلمه 1 مور، يبقى هشيلها على طول واحط كلمه 1 مور. طيب هنا مين اكبر بواحد من 60؟ 61. هنا مين اكبر ب 10 من 25 35 طبعا. طيب هنا العكس، مين اصغر بواحد من 40؟ مين اصغر منها بواحد ال 39 ولا ال 41؟ لا طبعا ال 39. مين اصغر بواحد من 96؟ اصغر منها بواحد مين؟ تبقى 95. مين اصغر ب 10 من 38؟ مين اللي اصغر منها ب 10؟ 28. مين اصغر ب 10 من 12؟ مين اللي اصغر منها؟ ال 2 طبعا. طيب ال 47
more than ولا less than 57؟ انا هعمل بق السمكة كده. طب بق السمكة لما يبص ناحية اليمين يبقى دوت more ولا less؟ لا ده طبعا less. طيب هنا هشوف الرقم ده واشوف الرقم ده واعمل بق السمكة واشوف مين الاكبر ولا مين الاصغر. هو بق السمكة هنا يبص فين؟ عند ال 56 ولا ال 46؟ لا يا ميس هو هيبص هنا. يبقى الكلمة ديت ايه؟ more than. طيب هنا مين is one less than؟ مين أصغر بواحد من 33؟ مين أصغر بواحد من 33؟ 32 طبعا. طيب مين أصغر ب10 من 94؟ 84. نفس الموضوع هنا برضو أنا هبدل بالترجمة. لما أقول 42 أكبر بواحد من مين؟ هتبقى 41. طيب مين أصغر بواحد من 25؟ تبقى 24. مين أكبر بواحد من 33؟ قصدي عفوا 63 أكبر بواحد من مين؟ من 62. طيب هخلص التمرين دوت بنفس الطريقة اللي أنا قلت عليها دي. هنا بقى هعمل بال10 مور وبال10 لس. فانا كده هو مسهلها عليا. انا هزود على ال 25 10 فتبقى 35. 72 10 لس فانا هنقص تبقى 62 وهكذا. طيب تعالوا نشوف التمرين ده بقى. هو بيقول لي ودوت سهل جدا جدا وبسيط جدا. انا كلمة one more هزود. هو هنا مثلا بيقول لي جايب لي 43 و 41 وايه الرقم اللي في النص بينهم؟ هيبقى 42. طب ال 42 مين اللي اكبر منها ب 10؟ ال 52. مين اصغر منها ب 10؟ ال 32 وهكذا. مثلا هنا جايب لي 13 فانا هزودها هنا 1 وهنقصها هنا 1 يبقى هنا 14 وهنا 12. هزودها هنا 10 تبقى 23. هقللها هنا 10 تبقى 3 وهكذا. طبعا هنا complete the following 100 chart using the cards. دي cards هو مديهاني ومديني النمبرز من 1 ل 100. طبعا انا هبص ايه الرقم الناقص. يعني هنا الميسنج نمبر 7 فانا هشطب عليه من هنا. ومهم جدا طالما رقم كتبته او اخدته هشطب عليه واكتبه. سهله طبعا ما فيهاش مشكله. هنا مين 1 more than 36؟ مين اكبر من 36 ب1؟ هتبقى 37. هوصل ديت بدي. مين اصغر بواحد من 48؟ مين اصغر منها بواحد؟ مين يا ترى؟ 47. برضو نفس الموضوع. الدنيا سهلة وتمام. هنا بقى في صح وغلط بيقول لي حط صح قدامي علامة الصح. فانا هنا مهم جدا الطفل يبقى عارف المسألة صح ليه او غلط ليه. يعني لما يقول لي 31 اكبر بواحد من 30 الاجابة دي صح؟ طبعا صح. طيب ال 49 أكبر ب10 من 59 الإجابة دي صح؟ لا الإجابة دي غلط. ليه يا ميس؟ لأن العكس هي للزان. يعني لو كان جاب لي هنا كلمة للزان يا ميس يبقى كده الإجابة كانت صح. يبقى كده الطفل ده فاهم هو بيعمل إيه. أو ممكن يقول لي العكس. هو ممكن ما يعرفش يقول لي للزان بس ممكن يقول لي يا ميس ده العكس. ده ال 59 هي اللي أكبر من 49. يبقى هو كده الطفل ده فاهم. 62 is one more than 61 طبعا الإجابة صح. التمرين سهل يعني مفيهوش حاجة. follow the arrows to complete. هو هنا بيقول لي تتبع الأسهم عشان تكمل. 42 زود عليها 10 تبقى 52. نقص 1 تبقى 51. زود 1 تبقى 52. زود 10 تبقى 62. قلل 10 تبقى 52. قلل 10 تبقى 42. قلل 1 تبقى 41. عفوا زود 1 تبقى 43. قلل 1 تبقى 42. رجعت نفسها تاني مرة تانية. complete as shown. count up by once. هو هنا مديني انت هتعد بالايه؟ هتعد بال10 ولا هتعد بالواحد؟ وبيقول لك up او down. up يبقى هعد لفوق. down يبقى هعد لتحت. فانا هي 51 تبقى 52 53 54 وهكذا. 19 29 39 49 وهكذا. كاونت داون بقى يبقى هقلل
count down by tens و by ones. هنا بقى بيقول choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. 23 plus 1 هنا هجمع، هتبقى أنهي واحدة في دول؟ 33 ولا 13 ولا 14 ولا 24؟ طبعا هتبقى 24. 89 plus 1 هتبقى كام؟ تبقى 90. هنا بتهيألي ده جمع عادي خالص مفيش أي مشكلة. هو برضو بيقول لك يعني شوف لو زودت 1 او قللت 10 او زودت 1 او قللت 1، زودت 10 او قللت 10، الاجابه هتبقى ايه؟ بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.